السلام عليكم. ازيك يا مدام غادة؟ مبارك يا رب تكوني بخير. احنا عاملين عملية بقالنا تقريبا شهرين صح كده؟ شهرين. وخسينا تقريبا 14 ل 15 كيلو مظبوط؟ الحمد لله. احكي لي بقى، انا فاكر انت كنت خايفة جدا من العملية جدا صح؟ كنت خايفة والحمد لله، يعني عرفت حضرتك على طريق النت والموضوع فرق معايا جامد والله. احكي لنا كده، كانت ايه اكبر مشاكل بتواجهك؟ وال 15 كيلو دول بس فرقوا معاكي جدا؟ في اللبس وفي المشي وفي الحركة، وكان دايما عضمي بيوجعني. الحمد لله فرقت معايا في كل حاجة، وفي النفسية وفي كل حاجة. يعني ايه في النفسية؟ يعني الأول كانت نفسيتي تعبانة، على طول متضايقة مخنوقة، جسمي بيوجعني، الحركة عندي مش حلوة. لما بدأت بقى أخس النفسية بدأت تتحسن، بقى يعني يعجبني مشي، ما بقتش أقف كتير في المطبخ واتعب. الحاجات دي كلها كانت فرقت معايا. قلت لي برضه ان رجليكي كانت بتورم وايديكي كانت بتورم. كان في ايمن ايدي كانت بتبقى عاليه ورجلي وكده تحسن. الحمد لله كل ده نزل بعد ما عملت العمليه. الحمد لله. بتاكلي كويس؟ الحمد لله مفيش ترجيع؟ لا الحمد لله. مفيش حاجه الناس بتخاف منها دي؟ بسم الله ما شاء الله. الترجيع والغمامان نفسه مش قادره بصحتي وخايفه لا الحمد لله والله هو اللي يعني العمليه فعلا كويسه جدا. حتى الواحد في الاول كان بيبقى خايف، لكن والله الخوف ما بيقدم خطوه لقدام، بجد الخوف بيأخر كتير. صح بيأخر. لا الواحد يتوكل على الله ويصلي صلاه الاستخاره، وبسم الله ما شاء الله حضرتك كان اختيار من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يخليكي. والحمد لله انا في نعمه بجد الحمد لله والله العظيم.